السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخنا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ليس كل جميل الشكل جميل العشرة، وليس كل جميل القول جميل الفعل، وليس كل جميل بالبداية جميل بالنهاية، وليس كل جميل في حضورك جميل في غيابك، فكن على حذر، لا تنخدع بالمظاهر. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم بتنجان بالعصاج بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكوسة باللحمة المفرومة كده. انا عملتها قبل كده، بس ان شاء الله الطريقة تكون سهلة واكلة خفيفة على السريع كده تعجبكم بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده الزيت سخن على النار. هنزل بالبتنجان بسم الله كده. ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم وتكون سهله عليكم. وزي ما انتم شايفين كده حطيت الحله على النار الثانيه، هنزل بشويه زيت كده. وبعدين هنزل بالطماطم اللي انا فرماها ومصفياها كده زي ما انتم شايفين بسم الله. هسيبها تتسبك شويه. هحط بس حبه ملح وشويه فلفل اسمر كده، معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر. هسيبها لحد ما تتسبك. هقلب بقى البتنجان اشوفه كده اهو. هبدأ بقى اطلع البتنجان كده زي ما انتم شايفين على ورق مناديل كده. زي ما انتم شايفين بقى هعمل العصاج معايا معلقه سمنه كبيره كده. هنزل بالبصله بسم الله، معايا بصلتين كده. هنزل بالتوابل بتاعتي. هحط الملح كده والفلفل الاسمر اهو والسبع بهارات. وهقلب كويس. شايفين كده البصله اصفرت. هنزل بقى باللحمه المفرومه بتاعتي بسم الله اهي كده. كده حطيت الصلصه وكده خلاص. هنطفي على العصاج بتاعنا كده خلاص اهو. خليه كده هنا. هنفتح بقى البتنجان كده بسم الله اهو كده كده اهو. فتحه دي كده. وهبدأ بقى احشيه وزي ما انتم شايفين كده اهو. هنزل بالعصاج كده
وزي ما انتم شايفين كده خلاص حشينا البتنجان اهو بطريقه سهله وبسيطه جدا. هحشي بقى الكوسه. انا كنت حشيها قبل كده معاكم بس هحشيها تاني كده. كده زي ما انتم شايفين ادي حشيت الكوسه اهي، لحمه مفرومه العصاج اللي انا عاملاه. وزي ما انتم شايفين كده اهو، هي الكوسه ما بتاخدش سوا في الفرن كتير. كده خلاص خلصنا اهو زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالصلصه. بسم الله. طبعا انا قلت لكم الصلصه تكون خفيفه ما تكونش تقيله كده. هدخلها الفرن على درجه حراره 200 لحد ما تستوى كده. هدخلها الفرن. زي ما انتم شايفين الغدوه بتاعتنا اللي على السريع سهله وبسيطه جدا جدا، ومش قادره اقول لكم الطعم فظيع يعني. يلا بينا نعمل الرز. هعمل رز بلسان العصفور كده. معايا معلقه سمنه كبيره اهو. هنزل بالمكرونه لسان العصفور معايا ربع كوبايه. هفضل اقلب فيها لحد ما تبقى لونها ذهبي. وزي ما انتم شايفين كده خلاص المكرونه لسان العصفور بقى لونها ذهبي. هنزل بقى بالرز كده. ونزلنا بالرز هشوحه كده شويه بالسمنه مع لسان العصفور. هنزل بقى بعيار الميه بتاعتي. بسم الله. والملح كده. هنزل بالملح بقى هقلبه. هغطيه لحد ما يغلي وبعدين هوطي عليه خالص يستوي براحته. زي ما انتم شايفين كده. يا سلام على الرز، مش قادره اقول لكم بقى الجمال. كده الرز استوى بتاعنا اهو كده، وتقريبا اللي في الفرن كمان استوى. يا رب تجربوا بس طريقه الرز بلسان العصفور جميل جدا. هشوف بقى اللي في الفرن. يا سلام، عايزه اقول لكم صينيه البتنجان والكوسه تحفه فظيعه زي ما انتم شايفين، جميله جدا جدا. هبدأ بقى اغرف. بسم الله. ثواني بس كده. واحدة بتنجانة واحدة كوسة كده جنبها. طبعا البتنجان مستوي كده اهو كده. وزي ما انتم شايفين ادي الغدا بتاعنا السريع، وعايزه اقول لكم جميل جدا. والرز كمان عايزه اقول لكم تحفه. يا رب بس الطريقه تعجبكم وتجربوا الطريقه دي، جميله جدا جدا. يا رب تكون الحلقه خفيفه عليكم.
تنسوش ترفعوا الفيديو باللايكات بتاعتكم والتعليقات الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.